صيح لما تشبع لا يردوا عليك ولا يدرون عنكم. ترى ماشيين في طريقهم. ترامب اتهمهم بأنهم أكبر داعمين للعدو الإسرائيلي في المنطقة. لماذا لم يخرج سعودي واحد؟ واثقين ليش؟ لأنهم واثقين من نفسهم يا فيصل. يا زلمة أقول لك شيء، والله لو شالوا كعبة على راسهم وجوكم ما تصدقونهم. انتم كيف واثقين من نفسهم؟ انتم حاطين براسكم العداله السعوديه. عداله السعوديه غير مبرر. لا هذا عداكم. انتم لماذا لم ينفوا؟ ما حاجه ينفوا، يعرفون انه ما عندهم شيء. لماذا لم ينفوا؟ هو الرئيس هو اللي قالوا يا دكتور العالم الاسلامي باكمله من جاكرتا حتى بغداد يطالب السعوديه بان تخرج وتقول ان كلام ترامب عار عن الصحة. يقولكم أنتم داعمو إسرائيل الأوائل في المنطقة. يا رجل اتهام خطير يا دكتور. يا أخي أنت أكاديمي يا أخي تقول لي هيك؟ الأعمال والأفعال اللي تسويها السعودية أكبر من أنه حتى النفي. مؤتمر الظهران تحدي للرئيس الأمريكي أطلق عليه الملك سلمان مؤتمر القدس بعد أن نقل الرئيس الأمريكي السفارة إلى القدس. وبالتالي السعوديين هذه طبيعتهم، يتركوا الأمور ويقول ما تشاء. ومس هم ترى دول كثيرة مرات الحقيقة تترك لما تظهر الحقيقة من حالها. العملية الحقيقة انه اذا نبي نطبع يا فيصل، وانا قلت لك في هالمكان هذا الخليجيون اذا بيطبعون ما يخفون راسهم، هذول طبعوا اعمال زارها نتنياهو، شو المشكله؟ وانت بالجزيره اول من دخل الاسرائيليين بيوتنا الجزيره من خلال برامجكم اللي استضافت الصهاينه.